السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا رب وبخير. النهاردة كده أنا صورت فيديو من مقتطفات أول يوم من رمضان، يعني مقتطفات من فطور أول يوم في رمضان. النهاردة كده أنا كان الكرنب اللي أنا كنت مفرزاه معاكم، طلعت كده طبقين عشان نعمل محشي. وبرضو هنا معايا كوسة. يعني أنا مش مصورة كده يعني وصفات ولا أي حاجة، احنا عاملين مقتطفات كده من فطور أول يوم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. أنا عملت هنا الخلطة بتاعة المحشي، حطيت البصل على البوتاجاز، وهنا كنت بقور في الكوسة. بسم الله ما شاء الله، يعني رمضان كله خير وكله بركات. يا رب كده نطلع منه إن شاء الله مغفور لنا كلنا جميعا، ويا رب بالرحمة والمغفرة والعتق من النار لنا ولأمواتنا والأموات المسلمين جميعا. هنزل بقى كده بالصلصة بتاعة الطماطم، وطبعا بنضيف معلقة من السكر عشان تعادل نسبة الحموضة. وبرضو نزلت كده بطماطم اللي أنا كنت مفرزاها، شايفين محتفظة باللون بتاعها وحمرا، وبسم الله ما شاء الله. هضيف بقى بهارات للمحشي عشان نعمل بقى النهاردة محشي الكرنب. طبعا الفيديو ده متأخر عندي من أول يوم في رمضان، بس أنا كده بغيب على ما بنزل. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. هنزل بقى بالبهارات كده علشان نعمل النهاردة أحلى محشي لأول يوم في رمضان. يا رب كده رمضان يبقى عليكم جميعا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ودايما متجمعين انتوا وحبايبكم. اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا انا عامله قبل كده محشي برضو على القناه عندي، وازاي اي حد مبتدئ ازاي يعمل محشي. هضيف هنا بقى معلقتين كده من الصلصه عشان تعزز اللون معايا، وبرضو هريسه شطه لو مش حابين استبعدوه. طبعا احنا مش بنعمل وصفات النهارده، احنا بنعمل مقتطفات كده من اول يوم في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، واحنا ده شهر بنستناه من السنه للسنه. طبعا ديت عجينه كفته كده انا عملتها، كنت جايبه كده ربع كيلو بروتين على اقل من نص كيلو لحمه، او يمكن ربع كيلو لحمه. حطيت عليه بصل مبشور، وطبعا البهارات بتاعتها والشبت والكزبره والبهارات اللي انت بتحطيها للكفته. طبعا انا معايا في الطبق دوت عصير البصل او ميه البصل ومعلقتين كده من الصلصه، فبغمس ايدي فيهم وبصبع كده على السيخ بتاعي. تمام. بسم الله ما شاء الله. الكفتة دي كانت متماسكة وكانت تحفة، ما حطيتهاش كمان ان هي تتشمع في التلاجة. طبعا انا معايا الشواية ديت، انا مش بعمل عليها ريفيو ولا حاجة، بس بجد بجد انجاز انجاز انجاز. انت بتجيبيها مش شغاله بالكهرباء ولا شغاله باي حاجه. انا بحطها كده على البوتاجاز، بتشتغل على البوتاجاز، وبحط كده على الشياله بتاعتها ديت، بحط عليها الصباع او الصوابع الكفته بتاعتك او الفريخ. لو انت عايزه تسويها تسويه سليق، انت بتضيفي كده ميه في القاع بتاعه الشوايه. لو انت ما انتش عايزه تسويها تسويه بس وعايزه تشويها، فما تضيفيش ميه. انا كده ضفت ميه في الاول عشان تستوي الاول كده وتبقى مفرغه كده وحلوه. وطبعا انا كنت ضايفه للكفته معلقه من البيكنج باودر ومعلقتين من النشا. بسم الله ما شاء الله اعطت معايا كميه كبيره خالص. هضيفها بقى على النار كده، وطبعا الغطا بتاعها له فتحه كده من الزجاج المعالج، ما بتكسرش، قوي. يعني بتشوفي كده الكفته بتاعتك او بتشوفي الحاجه اللي انت حطاها وصلت لحد فين. طبعا انا كده بحط ميه في الاول، وبعد كده لما تستوي هسيب الميه تنشف علشان تتحمر معاك، وهتشوفي اللون بتاعها دلوقتي. طبعا انا جبت كده الرز مضاعفه الكميه علشان هحشي كرنب وهحشي كوسه. هحط بقى الخضره بتاعتي، وكده كنت برضو فرمه كده بصلتين واخده الميه بتاعتهم للكفته، وهفرم كده وهبتدي كده البصل مع الخضرة اغلف بيه الرز، وانزل بقى بالصلصة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، الخلطة تحفة والريحة بتاعتها تاخد العقل. طبعا التفريغ اللي كان طالع من الكوسة حطيته كده في الصينية بتاعتي، فردته كده فرش في الأرضية. وبعد كده هحشي الكوسة بتاعتي وانزل بيها على الحشو اللي انا مطلعاه من الكوسة في الصينية. وطبعا هحط له كده بقى المرقة الشوربة وهسويه على البوتاجاز، وبعد كده هدخله الفرن ياخد اللون. ولو انت عايزة تدخليه الفرن على طول مفيش اي مشكلة، بس انا كنت عايزة اسعف نفسي على السريع كده.
طبعا هبتدي بقى احشي المحشي، وكان يوم جميل ويوم حلو. وطبعا ايام رمضان وايام ربنا كلها حلوة، يا رب يجمعنا دايما بالخير وعلى الطاعات، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت خلصت المحشي، انا بحب طبعا احشيه كده في الصواني. وشايفين هنا الكفتة بنفس الحجم، ما تغيرش ولا كشت ولا اي حاجة، عشان الاضافات اللي احنا حاطينها لها. بسم الله ما شاء الله، الريحة كانت تاخد العقل. والمحشي هنا واحدة من واحدة مفلفل وزي الفل. حطيتيله بقى معلقة كده من فوق، معلقة زيت بتخليه يفلفل معاك. وهنا اللحمة استوت والشوربة بتاعتها زي الفل. وهنا برضو الكوسة بتاعتي هنا استوت، بقوم مدخلاها لتحت الشواية تاخد لون. هنا بقى انا نشفت المية هنا في الشواية. الشواية دي بجد اختراع. انا يعني انا بفضل ان تبقى عندي كل واحدة في المطبخ بتاعها. وهنا بقى كان الشكل النهائي للفطار بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. عملنا عصير برتقان وعملنا عصير خروب وكفتة واللحمة والشوربة الجميلة والمحشي والكوسة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب متجمعين على الخير. اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى يكون الفيديو لطيف عليكم. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.